هو يعني ايه صوت؟ فيزيائيا هو عبارة عن مجرد موجة اهتزازية بتتنقل عبر وسط هواء مثلا. اللي بيحصل بقى ان جزيئات الهواء دي بتتجمع في منطقة وتبتعد في منطقة تانية، تتجمع في منطقة وتبتعد في منطقة، وهكذا لغاية ما تعمل سلسلة متصلة من الاهتزازات. فهي عبارة عن تضاغطات لجزيئات الهواء اللي هو الوسط وتخلخلات، وباختلاف عدد الاهتزازات دي خلال ثانية واحدة بتختلف جزء من المعلومة اللي بتحملها الموجة. فلو كان عدد الاهتزازات دي كتيرة خلال الثانية الواحدة هتلاقي الصوت نحيف، ولو كان العدد قليل خلال نفس الوحدة الزمنية هيطلع الصوت تخين وضخم. المصطلح ده في علم الفيزياء اسمه التردد، عدد الاهتزازات اللي بتعملها موجة الصوت خلال فترة زمنية معينة. برضو من ضمن المعلومات اللي بتحملها الموجة هي قوة الصوت مقياسا بالديسبل، وده بيعتمد على كثافة الموجة المنقولة. فمين بقى يا معلم اللي بيفك الشفرات دي ويترجمها لشيء ذو معنى؟ هو مخ سعادتك. الصوت بيولوجيا ما هو إلا إشارات أو نبضات كهربية عصبية بتتنقل عبر العصب السمعي ثم إلى المخ. لا، هي مش كانت اهتزازات ماشية في الوسط، اتحولت ازاي لإشارة كهربية في الجسم. بتمر الموجة الصوتية بثلاث محطات، أولهم الأذن الخارجية اللي منها الصوان، وده وظيفته تجميع أكبر قدر ممكن من الموجات الصوتية من المحيط الخارجي عشان توجهها لقناة الأذن، وده بهدف تكبير الصوت. بتنتهي المحطة دي بغشاء مرن اسمه طبلة الأذن، اللي بدورها تتأثر باهتزازات الموجة الصوتية وتهتز بنفس معدل اهتزاز الموجة علشان تبدأ تسلمها للمحطة الثانية الأذن الوسطى، واللي مش بتحتوي إلا على عظام صغيرة جدا بتبقى حساسة للاهتزازات اللي بتستلمها من الأذن الخارجية، المطرقة والسندان والركاب. بتبدأ العظام دي تتحرك بنفس تردد اهتزازات الطبلة اللي كانت أصلا بتهتز بنفس معدل تبادل تضاغطات وتخلخلات الموجة لما كانت في الهواء. ركز، هي كده ما زالت محتفظة بمعلوماتها المشفرة في التردد اللي ما اتغيرش في كل محطة. فالاهتزازة الواحدة انت عارف ان فيها تضاغط واحد وتخلخل واحد، وقت التضاغط تعمل ضربة ووقت التخلخل ما تعملش. المهم اللي عايز اوصله لك ان معدل حركة العظام دي هيعمل تردد مماثل تماما لتردد الموجة الميكانيكية الأصلية، وتقوم مسلماها للمحطة الأخيرة الأذن الداخلية، حيث مكان مين فيها بقى؟ القوقعة. خزان وبطن بحوالي 25 ألف نهاية عصبية، كلهم متصلين بالعصب الثامن العصب السمعي، ومليان بسائل بينقل الاهتزازات للنهايات العصبية. وقت التضاغط يحصل ضربة من عظام الأذن الوسطى تبعتها النهايات العصبية كنبضة للمخ عن طريق العصب السمعي، وفي وقت التخلخل مفيش ضرب فما تبعتش النهايات حاجة، فاهم؟ وبكده اتحولت الموجة من كونها موجة ميكانيكية ماشية في الهواء لموجة كهربية تمثل نفس التردد الأصلي بس داخل المخ، ودور المخ يحلل الاشارات دي ويتعرف عليها. طب نفهم من كل اللي فات ان اي تضاغطات وتخلخلات في الهواء هي عباره عن صوت قطعيا. واحد ظريف. ازاي بس؟ يعني لو هوشت مثلا بايدي كده في الهواء بحيث اضغط الهواء وبعدين اخليه يتخلخل كده هسمع حاجه لمريم فارس؟ طيب خليني اقسم لك الاصوات حيويا لثلاث اقسام. سمعيه، ودي اللي بنسمعها بيتراوح ترددها من 20 اهتزازه في الثانيه ل 20,000 اهتزازه في الثانيه. واصوات تحت السمعيه ودي ترددها اقل من ال 20 هرتز، ومش بنسمعها لان النهايات العصبيه ما عندهاش الحساسيه ولا القدره على استشعارها، وبالتالي مش هتقدر تحولها لاشارات كهربائيه. واصوات فوق سمعيه ترددها اعلى من ال 20,000 هرتز، ودي برضه مش بتسمعها علشان النهايات العصبيه الحساسه ليها واتلفت وانت جنين. فتعالى كده نعمل تجربة حية مع بعض ونحاول نعمل موجة من تضاغط الهواء وتخلخله باستخدام قلم. اللي هعمله انا هحاول اصنع عدد من الاهتزازات خلال 5 ثواني مع حساب تردد الموجة اللي هعملها دي. طبعا ما سمعتش منها حاجه، وده ببساطه علشان التردد الناتج كان اقل من ال 20 هرتز، الحد الادنى من النطاق السمعي. عموما علشان نقدر نسمع حاجه احنا محتاجين نزود تردد الموجه اللي هتضغط وتخلخل الهواء في معدل اسرع شويه من الهبل اللي عملناه ده. مين؟
اهتزاز وتر الجيتار سريع جدا لدرجة انك ممكن ما تحسش انه اهتز اصلا، وده من فرط سرعة الوتر ذهابا وايابا. لمعلوماتك الوتر الاول اللي بيطلع من الجيتار انحف صوت في الاوتار كلها بيصل تردده لاعلى من 18000 هزة وترية ذهابا وايابا في الثانية الواحدة، متخيل؟ وبالتالي انت قادر تسمع النغمة اللي طالعة لانها واقعة في نطاق سماعك الطبيعي. بنفس المبدأ بقى بالظبط، بس بدل ما يبقى سبب اضطراب الهواء اهتزاز وتر، لا، مصدر الاضطراب هيبقى اهتزاز غشاء كامل عشان يغطي كل الترددات الصغيرة والكبيرة، وهي دي السماعة او المكبر. ممكن يحضر في ذهنك سؤال كده اللي هو منين غشاء السماعة جايب اهتزازاته دي؟ يعني الوتر ماشي انا اللي بديله اهتزازاته بايدي، طب المكبر السماعة ايه ظروفها؟ لازم تعرف الفكرة العلمية اللي اتبنى عليها فكرة الاهتزازية الذاتية. اللي عايزك تعرفه ان السماعة اللي متصل بجهاز الكمبيوتر او التليفون اللي في ايدك بتستقبل الصوت من الاجهزة دي على شكل نبضات او اشارات كهربية، وتقوم هي محولاها لموجة ميكانيكية. ده عكس ميكانيكية السمع اللي فهمتها لك من شوية. طب برضه ده بيحصل ازاي؟ مبدئيا فكرة انك تحول كهرباء لحركة اللي هيعمل لي الصوت في الهواء زي ما عرفنا، ده بيعتمد على حاجة اسمها القوة المغناطيسية المؤثرة على موصل. بمعنى لو جبنا سلك وحطيناه داخل مجال مغناطيسي ومررنا إشارة كهربية في اتجاه معين، هنلاقي السلك اكتسب قوة مغناطيسية هتحركه باتجاه معين متأثرا بفرق كثافة المجال بين يمين السلك ويساره. ولو عكسنا اتجاه الإشارة الكهربية هيتعكس اتجاه القوة المحركة للسلك. الفكرة دي بقى استغلناها لعمل أي مكبر. فالمطلوب وجود مغناطيس يعمل بالنسبة لي كمصدر خارجي للمجال المغناطيسي وموصل على شكل ملف دائري عشان توصله بالجهاز اللي متحمل عليه، أو بمعنى أصح متشفر عليه المقطع الصوتي. واخيرا الغشاء اللي هيترجم حركة الملف لاضطراب جزيئات الهواء اللي هو ببساطة الصوت.